الساعة 6 الصبح كنا نايمين. اجوا علينا من مركز الشرطة، بلغونا يعني قعدونا من النوم. أبويا كان نايم، قعدوه من النوم، بين قالوا له تحضر ويانا بمركز الشرطة. فأبويا بدل ملابسه استعد راح يروح وياهم للمركز. قالوا له لا، مو بس انت، كل العائلة حتى زوجتك وأطفالك كلهم يحضرون بالمركز، عليكم جاي تبليغ تسفير الإيران، بين انتوا أكراد تبعه وأصلكم إيرانية وما لكم حق بهاي الوطن. فهيأنا أبويا كنا قعدنا من النوم، أخذنا رحنا المركز. من دخلنا المركز شفنا المركز مملوء من الناس، من الأكراد الفعلية كثرة، يعني من شافونا الناس نعرفهم أكثرهم من عندنا. قالوا لنا هنيالكم انتوا هسه اجيتوا، احنا نصل لها ساعة بالوحدة، ساعة بالثنتين، اجوا بلغونا وحجزونا بالمركز. فحجزونا من الصبح الساعة 12 الظهر، لا مي لا أكل. فقالوا لنا عليكم تسفير. قالوا له أبويا تعال وقع، بين انت أموالك كلها تصادر، البيت والسيارة والأثاث البيت كلها مصادرة. فساعة ب 12 تقريبا 12 ونص جابوا سيارات، ركبونا بالسيارة، أخذونا حجزونا بقرية، بمدرسة بقرية بطريق الكوت، كوت نعمانية. ظلينا هناك الليلة تقريبا، بالليل هناك بتنا. ثاني يوم الصبح غروب شوية قبل طلوع الشمس هم جابوا سيارات بعد، ركبونا قالوا هسه يلا تركبون وين؟ للحدود. ركبنا بالسيارات، كنا النساء والأطفال والشياب والعجائز كلها. قبل لا يحجزون يركبونا أول عزوا البنات والأولاد 18 سنة، قالوا ذولا ما عليهم تسفير، هذول عليهم حجز. فأختي كانت وحدة من عندهن تقريبا 17 18 سنة كان عمرها، عزلوها وحجزوها بغير غرفة، ويا البنات 18 والولد ذول 16 سنة 17 سنة. من بعدها بعد اجوا قالوا لا، كلها تسفير، ما ينحجزون ذولا ما عليهم حجز، ما يظل واحد من عندهم، كلهم يروحون كون يسافرون. فقالوا ركبونا، ركبنا السيارة مثل ما احنا بالطريق. طلعت طلوع الشمس، قريب طلوع الشمس تقريبا بالسبعة 7:30 وصلنا حدود. الحدود قالوا نزلونا، قالوا هسه لزموا هذا الطريق وامشوا، هذا تروحون لإيران ما عندكم رجعة بعد، واللي يرجع نرمي عليه. فاحنا ما لكم انتوا هنا عيشوا، ما لكم وطنكم، روحوا لإيران، خلوا الخميني، حتى واحد من عندهم اتذكر قال خلوا الخميني يعطيكم خبز، ما عندكم انتوا هنا خبزه. ظلينا نمشي بس شنو بخوف ورعب، وناس تندعي، وهذا يندعي وهذا يصيح باسم أهل البيت، وهذا يصيح الإمام الرضا، وهذا يقرأ قرآن. فخايفين كنا يعني ممكن قالوا لنا إذا ترجعون راح نرمي عليكم. ظلينا نمشي تقريبا النهار كله احنا مشينا، لما وصلنا نص قريب حدود إيران، بعدنا بحدود العراقية، شفنا الحدود كلها مدروسة جيش من الجيش العراقي، ومن ذولا لابسين بدلات زيتونية، قالوا ذولا بعثية. فقالوا لنا اجوا علينا ركبون، قالوا انتوا شنو؟ قلنا لهم والله احنا قالوا لنا سفرونا يعني مال تسفير. قالوا لعد لزموا هذا الطريق، لا تروحوا منا، لزموا هذا الطريق مننا ورجعوا قبل روحوا على إيران. مشينا ظلينا نمشي قريب غروب الشمس، وصلنا شفنا حدود إيران فارغة، كل شيء ما بيها، لا جيش ولا أحد ولا حماية ولا حرس، كل شيء ماكو. دخلنا أراضي إيران، مشينا ودخلنا بأراضي إيران. قريب أراضي إيران شفنا نفرين واقفين على جبل لابسين أفندي، اجوا علينا قالوا انتوا شنو؟ قال من أهالي الأكراد كانوا ويانا، الناس يعرفون كردي، حكوا وياهم كرد، قالوا يا بالقصة هيك وش احنا أكراد واحنا هيك سفرونا. قالوا لعد تعالوا ويانا، احنا نمشوا انتوا امشوا برانا. احنا نمشوا براهم، ولما قريب بعد ظلم الوقت، صار الدنيا ليل. قالوا خلينا نخابر شو اسمه الشرطة، ونخابر قيم مقام مهران بين نحكي بالقضية مالتكم. قعدوا هنا، قعدنا هنا، جابوا لنا ماي، جابوا لنا شاي، جابوا لنا عصير ليمون، قال ضاربكم الشمس تعبانين. جابوا لنا تمر، ليس اتذكر صغير اكياس هيك تمر، وجابوا لنا شاي ويا قند. انا كنت صغيره عجبتني القندايه، لين قند ما شايفه قند، عجبتني القنده. فقعدنا لما استراحينا، جاوا قالوا لنا يابا قبول يعني قبلوكم تدخلون.